السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة إن شاء الله القرص البيتي المحشية بالجبنة. هنعملها بأسهل المكونات وبطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية. هتطلع معاكي هشة وخفيفة وقطنية خالص بعجينة سحرية هتعمليها على طول مع كل المعجنات. يلا بينا نشوف هنعمل القرص ازاي. ولو أول مرة تعرفوني، أنا أماني ودي قناتي. ما ننساش نحط اللايك، إعجاب بالفيديو، واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل إشعار بكل وصفاتي الجديدة. يلا بينا، وما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول خطوة هنبتدي بيها، معايا كوباية لبن دافية، عليهم معلقتين سكر، عليهم كيس خميرة فورية. هندوبهم مع بعض كويس ونسيبها لحد ما حجمها يتضاعف. تاني خطوة معايا كيلو دقيق، عليه بس رشة ملح، وهنضيف عليهم الخميرة بعد ما تفاعلت، وهنضيف كمان كوباية زبدة على زيت أو كوباية سمنة على زيت المتاح عندك، وهندوبهم كويس بمعلقة لحد ما تختلط كويس. وبعدين هنعجن بإيدينا. هنزود على كمية الكيلو ده كوباية لبن. لو عندك لبن رايب اوكي، لو ما عندكيش استعملي اللبن العادي. هنلم العجينة بتاعتنا باللبن لحد ما تتعجن معانا كويس وتبقى عجينة طرية. هناخد العجينة برضو قدامنا على الرخامة ونحاول نعجنها كويس بإيدينا علشان لو فيها عرق، وبعدين هنركنها ترتاح حوالي ساعة أو ساعة إلا ربع لحد ما حجمها يتضاعف. العجينة خدت بالظبط تخمير نص ساعة بس، زي ما انتوا شايفين معايا كده حجمها تضاعف وبقت جميلة قوي وطرية جدا. والعجينة مش عايزة اقول لكم الطراوة اللي فيها. هنحط العجينة بتاعتنا ونقسمها 4 أجزاء ونكورها كلها بكور صغيرة. انا هكورها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي معايا. هعملها بالكوباية صغيرة، هحطها كده قدامي وابططها تبطيطة بسيطة، واخدها بالكورة كده واعملها بالكوباية كده عشان تطلع معايا كورة. هتسهل عليكي كتير، هتسهل عليك التقريص ويتبقى منك عجينة وترجعي تقرصي تاني ويتبقى منك عجينة. الكوباية دي هتريحك في التقريص على طول. هبططها تبطيطة بسيطة كده عشان هحشيها جبنة. احشي بأي جبنة موجودة عندك، بس انا ضفت عليها بس حبة البركة بتخلي طعمها حلو قوي. هحشيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها كده، وهقفلها كرة تاني وارجع بططها تبطيطة بسيطة بس ببطن ايديا بس. هنا بقى بالمية كده من فوق بالفرشة كده علشان هحط عليها سمسم زي ما انتوا شايفينها كده. هخلص بقى كل الكمية بتاعتي بالطريقة ديت. ممكن تحشيها اي حاجة انت عايزاها. العجينة ديت ميزتها بتبقى حلوة قوي وهشة وقطنية كده وخفيفة قوي وطعمها جميل وروعة. يعني انت ممكن تحشيها اي حاجة، ممكن تحشيها لحوم، سجق، بسطرمة، جبن، ممكن تحشيها قرفة بالسكر. العجينة ديت هتمشي معاكي اي حاجة، ممكن تحطي اي حشوة فيها. طبعا هيكون الفرن بتاعنا متسخن قبلها بربع ساعة عشان يكون سخن جدا معانا على درجة حرارة 180. بتاخد معاكي وقت ربع ساعة بس. انا هحطها في الصاج بتاعي وادخلها الفرن. بس الاول طبعا بعد ما نعملها بنسيبها تخمر بالطريقة ديت. يعني ممكن تاخد معاكي تخمير كده حوالي 10 دقايق بس، وبعدين بندخلها الفرن. طبعا هي بتبان معاكي في التخمير زي ما انت شايفاها كده معايا. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون كان خفيف عليكم. ما تنسوش تدعموا قناتي باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفة أنا بعملها. وما تنسوش تقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات علشان أنا بحب تعليقاتكم جدا وبتفرحني. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش بقى في آخر الفيديو نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.